مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد. تدشين حملة نظف عينيك لتجميل الحوائط والميادين وإزالة عبرات السباب. فقد أعلنت حركة مصر وبس تدشين حملة نظف عينيك لتجميل الحوائط والميادين وإزالة العبارات غير اللائقة والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وسوف تكون البداية من محطات مترو الأنفاق. المزيد من التفاصيل معي هنا في الاستوديو أستاذ وليد صلاح الدين المنسق العام لحركة مصر. مرحبا بك أستاذ وليد. أهلا بحضرتك. أستاذ وليد، يعني أبدأ معك من هذه الحملة، هل لك أن تحدثني أكثر عنها؟ الحملة دي بدأت لما لاحظنا إن في حيطان الشوارع في مصر والميادين انتشر فيها السباب والشتائم والرسومات اللي بتخدش حياء الشعب المصري، اللي الشعب المصري مش متعود عليها، اللي بتشوفها زوجاتنا وإخواتنا وبناتنا، وده مش طبع الشعب المصري. وكان بيعتبروها ان دي ثوره، بس دي مش ثوره. الثوره المصريه اشتهر عنها انها ثوره اخلاق، وده يبين ان اللي بيحصل ده ثوره مضاده، مش ثوره عاديه يعني. كيف ستبدأون؟ هنبدا ان شاء الله بمحطات مترو الانفاق، لان بيشوفها ملايين من الناس كل يوم. نبتدي ننظف الحيطان، عملنا بالتنسيق مع مديرين احد المحطات ان احنا نبتدي ندهن الحوائط بالذات اللي عليها عبارات شتائم وسباب، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر ندهن حوائط مصر كلها. من أين سيكون التمويل؟ التمويل شخصي، احنا عبارة عن مجموعة ثوار كونوا الحركة، مجموعة من الشباب عايزين مصلحة مصر وبس، عشان كده جه الاسم من الناحية دي. يعني ما هي أعدادكم وكيف ستنتشرون في المحافظات، وهل ستكون القاهرة فقط هي البداية؟ احنا عددنا تقريبا حوالي 900، احنا حركة ناشئة بقالها شهرين تقريبا على الفيسبوك، وبنبتدي ننتشر إعلاميا عشان نعرف الناس بينا. وإن شاء الله الحملة دي مش هتبقى في القاهرة وبس، احنا لينا أعضاء في كل محافظات مصر، وإن شاء الله ننزل ربنا يقدرنا ونلف مصر كلها وننظف عينينا. عنوان الحملة نظف عينيك، ننظف عينينا من الشتائم اللي احنا بنشوفها. كيف تواصلتم في البداية؟ احنا مجموعة أصلا من زملاء الميدان، ولما لقينا ما يسمى بجبهة الإنقاذ بتتكون من مجموعة من اللي احنا كنا بنعتبرهم زعماء للثورة، بس للأسف اتضح ان هم مش زعماء للثورة، لأن هم اتحالفوا بعد كده مع الثورة المضادة لإسقاط حكم الحالي. يعني أفهم من ذلك أنكم تنتمون لتيار سياسي معين، أم أن يعني ال 900 يعني شخص الموجودين داخل هذه الحملة هم من انتماءات سياسية مختلفة؟ لا، انتماءات سياسية مختلفة، ولكن يعني أنت من الواضح أنك يعني لديك توجه مثلا ضد جبهة الإنقاذ. هل معنى ذلك أن من موجودين معك في الحملة ربما يكون لديهم توجهات أخرى، هم مثلا موجودين في جبهة الإنقاذ؟ لا، كلنا، ما فيش حد فينا منتمي لجبهة الإنقاذ، كلنا من تيارات مختلفة. في عندنا في التيار الليبرالي، في التيار الإسلامي، التيار الاشتراكي، كلنا كنا زملاء ميدان، بس فوجئنا باللي بيحصل وقلنا لازم نعمل وقفة، وما ينفعش نسكت، ما ينفعش نفضل قاعدين في بيوتنا وشايفين البلد بتخرب. إيه أهم الفعاليات يعني التي يعني قمتم بها حتى الآن؟ احنا شاركنا في مليونية نبذ العنف، وشاركنا في الوقفات بتاعت الضباط الملتحين، لان هم اصحاب حق، واي اصحاب حق احنا بنساندهم. احنا مش اسلاميين، احنا مش منتمين للتيار الاسلامي، بس بنقف مع اي حد معاه حق. وان شاء الله وعملنا اكتر من وقفه ضد الاعلام الفاسد، لان احنا شايفين ان هو اخطر ادوات الثوره المضاده. وان شاء الله ناويين نعمل الحمله بتاعت نظف عينيك، وناويين نعمل ان شاء الله الحمله بتاعت محو اميه الكمبيوتر، نعلم فيها الانسان البسيط، المواطن المصري البسيط، ازاي يخش على الكمبيوتر، بدايات الويندوز، ان هو يخش على النت، يعرف يستخدمه، يعرف يجيب الخبر اللي مش هيلاقيه في الاعلام الفاسد اللي هو مدي له ودانه للاسف. وان شاء الله في حمله كمان للتبرع بالدم لاحد مستشفيات السرطان. فيما يخص بعض القضايا السياسيه الشائكه، يعني مثلا النائب العام، انتم وقفتم وقفه ضد الاعلام الفاسد، ايضا هناك من وقف لاقاله النائب العام، هل تشاركون في مثل هذه الوقفات ام انكم لكم اتجاهات محدده؟ احنا اي وقفات ضد شرعيه احنا ضدها. احنا بنقف ضد اي حد عايز يسقط الشرعيه، يسقط الرئيس اللي احنا انتخبناه، يسقط النائب العام الشرعي اللي جاي بالدستور اللي احنا رحنا استفتينا عليه، ان هو يأجل البرلمان اللي هو املنا كلنا عشان اكتمال باقي سلطات الدوله، ضد اي حد ضد الشرعيه اللي احنا بنمثلها.
نعم، ولكن هذه الاتجاهات يعني تقترب من اتجاهات التيار الإسلامي. هل معنى ذلك أن يعني هذه الحملات التي تقومون بها هي حملات متقاربة مع التيار الإسلامي؟ لا، ما لهاش علاقة بالتيار الإسلامي. بعض تصرفات الحكومة بننتقد الضعف في مواجهة الإعلام الفاسد، والضعف في مواجهة القضاء الفاسد، والضعف في مواجهة الداخلية الفاسدة. كل دي انتقادات احنا بنوجهها للحكومة وبنوجهها للرئيس مرسي على صفحاتنا. هل هناك طلبات محددة يعني أنت تطلبها من جانب مثلا رئيس الوزراء أو من جانب الحكومة أو من جانب مؤسسة الرئاسة؟ بطلب منهم ان هم ما بلاش المواقف المايعة، لازم يبقى بمعنى في يعني بمعنى اكثر وضوح، يعني انت يعني يعني ربما هناك اتهامات من جانبك يعني الحكومه بانها لابد ان تكون اكثر حسما، كيف تكون اكثر بالضبط. حسما من وجهه نظرك؟ احنا عايزين القانون يطبق على الكل، يطبق على مسلم مسيحي اي حد في مصر يطبق عليه، وما نخافش يتقال علينا احنا لو طبقنا القانون يبقى احنا كده بنهدم الحريات وضد الحريات. لا، ده قانون بيطبق على الكل، وضد ان احنا التصالح مع الدولة العميقة زي ما بيسموها. للاسف الرئيس مرسي متخيل ان هو لما يتصالح مع الدولة العميقة ان البلد هتمشي. لا، الدولة العميقة هتهدم البلد. وهل هو تصالح مع الدوله العميقه من وجهه نظرك؟ احنا شايفين لحد دلوقتي ما فيش تطهير في الداخلية، ما فيش اي مواقف ثابتة ضد القضاء الفاسد، ما فيش اي قرارات ثورية ضد التخلص من المسؤولين الفاسدين في الحكومة والمنتشرين في كل الوزارات. فيما يخص الأحداث الأخيرة والتي حدثت في مدينة الخصوص وأيضا أمام الكاتدرائية، هل هناك نشاطات أو فعاليات محددة تقومون بها؟ احنا كل اللي بنقدر نقوم بيه دلوقتي ان احنا نوعي الناس سواء مسلمين او نصارى، ان احنا نوعيهم. شوف، اربط الاحداث اللي حصلت وما تسلمش ودنك لحد. شوف ايه اللي حصل وانت تعرف ايه الهدف من وراه. اللي حصل ناس نصارى، يقال ان هم نصارى، راحوا رسموا حاجات مسيئه او كلام مسيء على حائط معهد ازهري. بعد كده واحد مسلم راح يتخانق معاهم، اتقتل، حصل تبادل رصاص، وقع ناس من هنا وناس من هنا. بعد كده يحصل ان تشييع جنازه ضحايا الحادث ما يحصلش من كنيسه الخصوص ويحصل عند الكاتدرائيه. ليه؟ وتحصل مسيرة تمشي في شوارع العباسية، تكسر العربيات، تكسر المحلات، تعتدي على الناس، ويجرجروا أهالي العباسية للكاتدرائية، وبعد كده يحصل إطلاق هل هناك رصاص. يعني إدانة محددة من جانبكم لطرف محدد في هذه الأحداث؟ ما احنا لو ربطنا كلنا الأحداث أي عاقل هيعرف إيه الهدف من وراها. بعد الأحداث دي ما حصلت، لما نكتشف إن شفيق بيعلن بيقول اللي حصل الأحداث الكاتدرائية دي ثورة وهتستمر وهتتكرر لحتى إسقاط الإخوان. لما نشوف فيديو منتشر دلوقتي على اليوتيوب من 2010 بأحداث بتقول إن في مسلمين اعتدوا على واحدة نصرانية وبيقلعوا عهدهم وبيغتصبوها، والفيديو لما نعرف ونفكر ونشوف إن الفيديو ده قديم هنعرف الهدف من ورا ده إيه. ماذا تطالبون الآن يعني إذا كانت يعني الرؤية من وجهة نظرك أنها